عصيت ربنا واداني ألم. دول كانوا 4 كلمات لخصوا اللي حصل ما بين عمر كمال مطرب المهرجانات الشعبية وبين ندى الكامل سيدة الأعمال المشهورة وطليقة أحمد الفيشاوي. الكلام ده جه على لسان عمر كمال عشان يفجر مفاجأة كبيرة عن وجود علاقة عاطفية غرامية بينه وبين ندى الكامل، بعد ما كان هو وهي بينفوا كل الكلام ده، وكمان بيقولوا إنهم مجرد أصدقاء وبس. فتعالوا معايا أعرفكم عمر كمال قال إيه عن العلاقة العاطفية دي، وهل فعلا عك معاها، وكان إيه ردها على كلامه ده، وإشمعنى بقى دلوقتي طلع يشردها التشريدة دي. كلام كتير قوي حصل خلال السنتين اللي فاتوا عن وجود علاقة حب بين عمر كمال وندى الكامل، وده بعد ما اتطلقت من الفنان أحمد الفيشاوي. ساعتها طلع مطرب المهرجانات ينفي وجود أي علاقة بتربطه بينه وبين ندى، وقال كمان ساعتها بالحرف الواحد إحنا مجرد أصدقاء. لكن الغريب بقى إنها بعد ما اتجوزت من الممثل الشاب أحمد خالد وانفصلوا كمان من كام يوم فاتوا، طلع مرة واحدة عمر كمال وفضح ندى الكامل، وقال كمان إن كان بينهم علاقة عاطفية. ومش بس كده، ده قال كمان إنه عصى ربنا معاها عشان تتقلب مواقع السوشيال ميديا عليه. وكشف كمان مطرب المهرجانات عمر كمال لأول مرة تفاصيل ارتباطه بندى الكامل اللي هي طليقة أحمد الفيشاوي وسبب كمان انفصالهم، وقال في حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامجها خلاصة الكلام: أنا ما بحبش أبدا أعترف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت لأن مردودها عند الناس ما كانش كويس، ومش عارف الناس شافت الموضوع إزاي. وتابع كمان عمر كمال كلامه وقال: أنا في الفترة دي ما كنتش متزن نفسياً، وما كنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي ما كانش مظبوط. الأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة إن ممكن أي حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص، وكنت كمان باخد الأدوية دي بدون علم وناس وصفت لي، ودخلت بقى في متاهة، والموضوع كمان قلب معايا بهلوسة. ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم ما عرفتش إني عملت كده، والسنة ونص دي أثرت على شغلي. اتكلم كمان عمر كمال عن النحس اللي جاله لما دخل مع ندى الكامل في العلاقة اللي مش مظبوطة دي، وقال كمان: ممكن الغلط يكون من عندي لأن عملت في نفسي كده، هي ما كانتش فتحة خير عليا، والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط ما تميلش معايا، لا بالعكس تعدلني. تجربة ما كانتش حلوة عليا، السلب فيها كان أكتر من الإيجابي، وأنا كمان اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش نفسي. أنا حبيتها أكيد، ولكن التجربة ضرتني. وعن علاقته بربنا قال: ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا ده ممكن يكون عشان أمي أو إخواتي أو حتى خير بعمله، أو عشان براعي ربنا في فرقتي. أنا دايما بصحي نفسي، ودايما عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس. المشكلة بقى إنه عك في الكلام وقال إنه تقريبا كده غلط معاها، وقال ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا قرر يديني ألم ويكسرني عشان يسمع صوتي، وأنا فقت وحاولت كتير إنها ترجعني، وأول ما اتأكدت إني مش راجع شفت منها الوش التاني. ناس تانية ظهرت. أنا مثلا قريت دراسة بتقول إن الشخص الطبيعي السوي العادي عشان يطلع من علاقة ويستشفي منها عايز 6 شهور، وبدأ بقى ربنا يبين لي حكمته، وإن قراري ده كان صح تماما. أما بقى بالنسبة لندى الكامل من ناحيتها فتجاهلت تماما كل الهري اللي عمر كمال طلع وقاله، ونشرت صورة ليها على انستجرام وهي حضن طليقها أحمد خالد، وده بالرغم من انفصالهم. وبعدها نشرت كمان صورة للفنان الراحل مصطفى درويش، وده كان على حسابها الخاص على انستجرام، وعلقت عليها وقال: ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مسواك الجنة يا طيب يا محترم. وفي النهاية بقى شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا تفتكروا ليه قرر عمر كمال يطلع دلوقتي تحديدا بعد طلاق ندى الكامل بكام يوم ويكشف عن علاقتهم السرية دي، وهل ممكن ده له علاقة بأنه عاوز يقطع طريق رجوعها لطليقها أحمد خالد؟ مستنيين رأيكم في التعليقات.